ازاي اعرف اطلع برومت صح واكلم الاي اي صح؟ نبدا نشوف النظريات او القوانين لازم نبقى عارفينها، وانا هحددهم لكم في 3 حاجات. اول نظريه بتقول باب و RTF، ودي معناها ان انا رول، اختصار لرول تاسك فورمات. تقوم فاتحين الشات جي بي تي وتقول له act as a content creator. دي من اضعف الطرق اللي بنكلم بيها الذكاء الاصطناعي. يبقى انا كده اديت له الرول بتاعته، ان انا بقول له دورك التاسك make content plan for 1 month to my brand. ويعني ايه الفورمات؟ يعني عايز النتيجه تطلع لك مثلا في هيئه ايه؟ جدول. وبدا يطلع لي النتيجة. النظرية الثانية هي نظرية باب، اللي هي عبارة عن before وafter page. يعني ايه؟ حرفيا كده انا كتبها كده بالعامية، والله ان المبيعات عندي واقعة خالص، محتاجة خطة محتوى. بصوا بكلمه ازاي، محتاجة خطة محتوى تخلي مبيعاتي تزداد الضعف. يبقى ده حالي دلوقتي، والافتر ان انا مبيعاتي هتزداد الايه؟ الضعف. والبريدج بقى ان انت تحكي له. تعالوا كده نبص على الباوربوينت، ايه الحل او الجسر اللي هيربط بين الحالتين بقى. ودي هي مرحله ان انت تقول له ان انا مثلا عندي 1 2 تتكلموا عن البراند بتاعك. فهي هياها، ولكن انت هنا بس بتغير طريقه الكتاب. التقييمات بتاعتي للنظريتين دول بيدوني نتائج بنسبه 30% ممكن تنفع. امال ايه النظريه الجوكر؟ اسمها كير، عباره عن كونتكست. يعني ايه كونتكست؟ سياق. تعالوا كده نبدا ان انا احكي له عن البراند بتاعتي، بس انا عايزه اديله معلومات كتير قوي، عايزه اديله حاجات كتير قوي عشان يفهمني. اول حاجه الكونتكست هنا دي ان انا بقول له انا مين. والله انا الشركه الفلانيه، وصف البراند وكل خصائصه. تقعد تتكلم معاه عن البراند، ترفع له ملف، تعمل له اي حاجه انت عايز تعرف عن الموضوع بتاعك. خلصت الكونتكست، ايه اللي مطلوب مني تاني؟ الاكشن. انا عايزه ايه؟ تعالوا كده نطبق بمثال على الاي اي هنا. اوكي، شركة الطلائع، وكيل أنا بريدجستون، بقالي 75 سنة وكيل في السعودية. حصر المنتج بتاعك اللي بتعمله بتقدم ايه؟ ببيع اطارات، اللي هو الكاوتش بتاع العربيات بريدجستون. اوكي مفيش مشكله. طيب كده احنا حكيت له، ده الكونتكست. تاني حاجه عندنا اسمها وات شود اي دو، اللي هي الاكشن. عايز ايه من الاي اي؟ عايز منك تعمل لي خطة تسويقية لمدة سنة، بس تكون اوفلاين واونلاين الاتنين مع بعض. كده. احنا ماشيين بالترتيب. انا خدت منك باك جراوند، واخدت منك انا محتاجه منك ايه. متوقع الاي اي يديك ايه الريزلت؟ انا متوقع ان الخطه تكون كرييتيف باعتبارك خبير في عالم التسويق. لو انت معاك مثال اديله. هل في معلومات محتاج تعرفها قبل ما تطلع النتيجة؟ الاي اي لو انت اديت له الكلام كله مرة واحدة ولا هيديك اي معلومة مفيدة.